في الأسر حضراتكم شايفين كده وش وظهر كده اهو. هو بيبقى عنده جزء جلد وجزء شعر. تمام. ده بياكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة معاكم أحمد شويبس ومعاكم أحمد اسكندر أو أحمد السكندري. طبعا زي ما حضراتكم قريتوا على الفيديو بنعرض أسعار الخفافيش في مصر. وطبعا كل حاجه ليها النوع بتاعها، وطبعا احمد هيشرح لنا ومعاه مثل حي للخفاش زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن تكلمنا بس يا ابو حميد على الخفاش؟ تمام. ده خفاش، ده نوع اسمه خفاش فاكهه. مصر فيها نوعين من الخفاش. فاكهه خفاش الفاكهه وخفاش الحشرات. في خفاش حشرات اللي هو بيصطاد حشرات، ده في الاسر بيموت، انك لما تصطاده وتربيه بيقعد مده. بس تعرضه طبعا يعني عشان الناس تتفرج عليه. تمام. في الاسر حضراتكم شايفين كده وش وظهر كده اهو. هو بيبقى عنده جزء جلد وجزء شعر. تمام. ده بياكل فاكهه. بياكل فاكهه وبياكل خضروات بسيطه مثلا زي خس او جزر. تمام. بيحتاج انك تربيه، بتحتاج قفص تحط له فيه بياضه صغيره عشان بيبقى هو بيبقى كده خجول شويه زي العصافير كده. لا العصافير بيخش يقعد في البياضه بتاعته بالليل ينام. مؤذي يا ابو حميد؟ لا يعني بص، هو اسنانه وعضته يعني ايه حاجه عامله جدا، يعني مش مؤذي. بص اسنانه مثلا الكاميرا تصور اسنانه اهو. واسنانه بسيطه خالص. ايوه يعني مش مؤذي. لا مش مؤذي. بس انا يعني اسمع ان بيقول لك الخفاش لما بيطير بيخش في وش البني ادم وما يطلعش من الطبل البلدي وحاجات كده يعني كلها خرافات. هو اتسجلت مره بس، حصلت مره زمان اللي هو بيبقى في نوع من الخفافيش بيبقى فيه في الجلد بتاعه في ماده لزجه. في ماده لزجه، فصدفت مره اللي هو بس خبط في وش واحد فلزق في وشه لمده بسيطه وطار، فدي اتسجلت منها بقى. اتسجلت في التاريخ ان الخفاش بيطير ويمسك في الوش البني ادم، لكن ما فيش حاجه اسمها تجيب له بقى طبل بلدي ولا بيبص دم. التعبير اولا الخفاش مش بتاكل لحوم خالص. ايوه زي ما قلت لك، ده بياكل فاكهه وخضار، التاني بياكل حشرات. لكن مش بياكل لحوم، مش شرس. طبعا الناس بتاكل برضه زي وزي التعابين وزي التماسيح وزي ما بيجي هو بيقعد في البيت. هو شكله مزعج شويه، بس هو طبعا يعني خفاش يا جماعه يعني. لكن المشوار دوت كذب طبعا، ان هو ما بيلزقش في الوش. لا خالص، ما بيلزقش في الوش ويمص الدم والحاجات دي. لا. طب بالنسبه طبعا ابو حميد للخفاش اسعاره ايه بقى؟ اسعاره بتبدا من اول 100 جنيه وتطلع، بيبقى سعره غالي السنه لانه صيده صعب. عندك انت ب 100 جنيه. لكن مثلا ممكن بيبقى في المحلات بره بيبقى اغلى من كده بكتير. 150 و200. في ناس برضه بتاخده في مشوار تاني اسمه الوطواطه او دم الخفاش. في ناس بتبقى مؤمنه بيه وفي ناس لا. بس هو اللي هو بيعمل ايه يعني؟ مثلا هو بتاخده تاخد دم الخفاش. مثلا عندك بيبي لسه مولود لمده شهر لسه، يعني مثلا من يوم لشهر تبدا تنزل دم الخفاش على جسمه. مطرح ما الدم بينزل بيقفل خلايا الشعر. يعني عشان خاطر يمحي الشعر من الشعور والحاجات ديت اللي هو المشر والحاجات دي. في ناس كتير قالت ان هو موضوع حقيقي. وناس جربته لكن انت ما تعرفش. وفي لا انا اعرف ناس جربته وقالت كويس جدا وجت اخذت منه مره واثنين وثلاثه. في ناس طبعا بتقول لك طبعا اللي عارف اللي واثق من الحاجه ديت عايز يشتري الخفاش عشان خاطر حاجه زي كده يعملها. لكن معظم اللي بيشتري من كده بيشتري فيه اللي انت متاكد فيه ان هو ما بيلزقش في الوش وما بيبصش دم ولا اي حاجه من الكلام ده. طبعا يا جماعه زي ما حضراتكم شفتوا اسعار الخفافيش. طبعا لو في اي برضه استفسار هو كده طار. في اي استفسار طبعا معاكم احمد اسكندر او احمد السكندري، وطبعا كان معاكم احمد شويبس. وطبعا لايك سبسكرايب لو الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.